ما يستاهلش والله العظيم، بجد كان غلبان قوي. حضرتك بتقولي ايه؟ بتتكلم جد ولا ده ايه؟ ده مش فاهم. انت طالعه في فيديو بتعيطي وبتناشدي الناس ان احنا نندم ان احنا عملنا مشاكل في الجروب مشاكس. وبنام هنا زي ما انت عارف. بحب دايما ابص على فيو وانا نايم. لازم تشوف الحمام عشان انت عارفني ليا برضو شغل معين في الحاجات دي. طبعا عنده اكيد جوه قعدتين، في قاعده بعمل فيها الامساك وفي قاعده بعمل فيها الاسهال. زي ما انت عارفني بزهق بتخنق موت، كله جولد 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 جولد. أنت الآن تشاهد أحمد فيدي، أفضل صانع محتوى عربي عرفته البشرية في هذا القرن بسبب جماله الخارق الذي لا مثيل له في الحياة. لن تجد له مثيل في الشرق الأوسط، فمن الأفضل لك أن تسارع في الاشتراك في القناة حرصا منا على هرموناتك، لأن هرموناتك تهمنا. صحة وحمية. ما عادش فاضل غير 3300 او 3000 بالظبط على 2 مليون. ابقى اول يوتيوبر عربي مصري يوصل 2 مليون يا جماعه، عايزين نفرح. والفيديو اللي فات وصل ل 22000 لايك، مع اني كنت عايز 5500 بس يلا زي بعض. الفيديو ده كمان يوصل ل 22000 لايك زي اخوه. فيديو النهارده جوله تيك توك. بص اعتبرني ان انا الغفير بتاع السوشيال ميديا، ماشي كده بمر على الناس. 90% وقت نزول الفيديو ده هيكون نزل فيديو قصه جديده على قناه القصه اللي لسه عاملها جديده، هتلاقيها تحت في الديسكربشن او في اول كومنت. انا هصور الفيديو ده النهارده، بكره اعمل له القصه، بعد بكره انزل لكم الاثنين مع بعض. انا واد شاطر او هبقى مبسوط من نفسي والله. بسم الله، نبدا اول فيديو معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله، بودي قاعد فكي بس توكت الحزام. شوف جرى قدامه كام واحد، مفيش فيهم واحد معدي 16 سنه. ذكر برضه يا جماعه، الرجاله دي ارزاق. يا بخت هايدي والله بيك. بسم الله ما شاء الله عليك، الله اكبر. فكره الفيديو على فكره تحفه يا بودي. انا عارف ان انت كنت عايز توصل لي ان العيال خافت منك وكده، بس فكره الفيديو وصلت لي ان انت بتاع عيال. اصل هتخش على شله اطفال تفك لهم توكت الحزام، فانت عايز منهم ايه؟ اكيد مش هتلسعهم، فدي حاجه مش كويسه خالص يا بودي. ويا ريت قبل ما تنزل الفيديو شوفوا. شرقاوي انت بتاع ايه؟ شرقاوي كده تقريبا. الخلقه دي انا شفتها قبل كده بس زمان، ايام ما كان اسمه ميوزيكلي تقريبا. انت لسه صاحي من النوم او نص وشك نايم والنص التاني صاحي، فمش عارف، مش مشكلتنا. المهم يعني انت بتاع ايه يا شرقاوي؟ انا بتاع ده. اسمها ايه؟ شاهين ده. ايه؟ شاهين ده. واضح ان حضرتك بتحبها جدا قوي. لو تلاحظ حضرتك في الاول بنده عليها بعنف وفي الاخر بقول ده. ربنا يستر. وده خد هقول لك، انا مش بعاكس والله، انا عايزه ادخل بيت من بابه. البيت ليه اللي تدخلي من بابه؟ بعيد عني بقى. بيتك. بعيد عني. انت مالك حلوت كده ليه؟ انت قلت الادب على فكره. انا ابويا لو شافني واقف معاكي والله من الدنيا هتخرب. انا مش عايز طب اعرفك تاني طب خلاص. خد الهديه دي وروح قول لباباك ومامتك اللي انا جايه اقابلهم النهارده. هتيجي تقابليهم النهارده؟ مقدر طبعا ان الجيش هو اللي خلاك تخش جديد على البرنامج فما تعرفش انا مين. انت دخلت الجيش وانت كنت عامل الفيديوهات دي اصلا ازاي؟ وبتاع ده هسيب لكم حبه مزاجي. بس كده انت عمال تقول انا شرقاوي بتاع ده وبتاع ده. هي دي اخر اعمالك اللي انت خدت عليها اوسكار ولا ده ايه ده؟ انت ليه حاسس ان الفيديوهات دي دخلت هوليوود نفس افلام مارفل؟ في ايه؟ انا بتاع ده وبتاع ده وبتاع. لا يا اسطى، انت المفروض تستعر من الحاجات دي. انا شايف فخر في عينيك وانت بتقدم الفيديوهات ولا كأن واحد اخد نوبل للسلام. هو انت ستيل لحد دلوقتي شايف ان الفيديوهات دي حلوه؟ لا وكمان بيعذرني، فاهم؟ بيعذرني اللي هو انا مراعي ان انا عشان دخلت الجيش فانتوا ما نسيتوني بقى ومش عارفين. مش فاهم ازاي الناس نسيتك وانت عامل اعمال دراميه عظيمه زي دي. ده اعمال المفروض تخلد للتاريخ نفضل فاكرينها. اخر اعماله بقى دلوقتي بص. مبروك عليكي ما هو شبهك. اقفل كده اللي بتاع، اقفل بس الصوت. اللهم لا شماتة بس انا شمتان. هو دلوقتي كبر بقى وطلع من الجيش خلاص وبدأ يعمل لنا الفيديوهات دي. شوف 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 شوف. لا مش مظبوط، في حاجه غلط. عاوز تخسر بنت؟ انا واد انا عارفه وشوف لايفات التيك توك حرفيا. بص بيعمل نفسه ان هو السفنجه بتاعت المواعين، عارفها؟ بيفشخ نفسه احكام. الحكم ده مش معايا والله وانا قبلاه وحياتي يحط بريل وبن على وشه، بيعامل راسه دي ان هي سيراميكا. هي فعلا سيراميكا. سهل، غير عليها من اي حاجه، اهتم بيها، رد عليها بسرعه، كلمها ال 24 ساعه. النصيحه دي ناخدها من راجل، معلش بس اصل انت مشوك في الاحكام اللي انت بتعملها دي. واحد ما عندوش ريحه الرجوله. الحق حق. معلش انا اسف عليكم في الفيديو ده، بس انا اتخنقت منكم والله، عشان انتوا ناس بجد يعني مهزقه. معلش اي حد بيعمل لايفات وبيهين نفسه عشان قرش واحد مهزق. انتوا ناقصين ربايه الصراحه يعني، وانا جيت اربيكم. معلش يا جماعه انا عندي هرموناتي وبعيط على اي حاجه. شفت البوست ده بتاع جرب مشاكل. انا ازاي كنت بعمل فيه مقالب وهو بيحتفل بعيد ميلاده لوحده؟ هو انت بتعيط عشان كده؟ الجار المزعج. واحد كاتب هو انا ازاي كنت بعمل فيك مقالب وانت بتحتفل بعيد ميلادك لوحدك؟ يا جماعه
ما بهزرش والله، انا عماله اعيط من ساعه ما شفت البوست ده. هو انت ندمانه ان انت كنت بتلعبي اللعبه وبتعملي مقالب في الجار المشاكس؟ بجد والله انت بتعيطي عشان كده ولا ده فيديو تمثيلي صح؟ احنا عملنا كتير قوي في الراجل ده وما يستاهلش، ما يستاهلش والله العظيم. الراجل ده كان غلبان قوي. حضرتك بتقولي ايه؟ بتتكلم جد ولا ده ايه؟ ده مش فاهم. انت طالعه في فيديو بتعيطي وبتناشدي الناس ان احنا نندم ان احنا عملنا مشاكل في الجار المشاكس. بيحتفل بعيد ميلاده في المطبخ لوحده، في المطبخ كمان. قلبي وجعني والله. بقعد احط له مصاوير وصبغ وبيضه في الميكروويف لو فاكره، وبيلي على الارض عشان يتزحلق في الكرسي بتاعه. افتكري بقى كمان الجانب الوسخ اللي في الجار المشاكس. حضرتك الراجل ده كان بيمسك المنظار وبيبص على جارته وهي بتستحمى، ده راجل وسخ. وانا صغير كنت بقوم 6 الصبح العب اللعبه دي علشان يعني هموت واشوف الست وهي بتستحمى زيه، بس ما كنتش بعرف. فهو ربى فيا جانب ايه وسخ وانا صغير. واحد كاتب ما بقتش حمل كنزي مدبول. كنزي مدبولي، افتكرت الاسم ده. طب يعني ممكن حضرتك ترد عليا في ستوري يعني، ويا ريت يكون رد سلبي يعني مش ايجابي. يعني اللي انت بتعمليه ده تفاهه بجد والله العظيم، وحاجه بلا قيمه. لو انت يعني عايزه حاجه ترد عليها، وبجد انا ما شفتش اسفف من اللي انت بتعمليه ده، ان انت تعملي فيديو على الجار المشاكس والجو ده، حاجه في منتهى الانحطاط. باذن الله ترد. لو سمحت تدفع كام ايجار؟ ثانية واحدة، الفيديو ده المكاوي وهو بيورينا شقته اللي ب 20 مليون. بس طالما انت قاعد في فيلا ب 20 مليون، ما ترقع ام البنطلون اللي مفتوق ده. مصر كلها شافت الفتق ده يا اخي، اكيد دي مش غلطة مقصودة يا مكاوي. نرقع ام البنطلون، بعد كده نركب العربية اللي احنا مأجرينها ونخش الشقة اللي احنا مأجرينها ربع ساعة ولا 10 دقايق عشان نخش نعمل فيها فيديو نفليكس بيه على الناس. ايجار؟ انا شاري هنا بحاجة صغيرة ب 20 مليون كده. طب ممكن ايجار؟ انا شاري هنا حاجة صغيرة ب 20 مليون جنيه. 20 مليون يبقى بنطلون مفتوق؟ لا مش فاضي، انت زي ما انت شايف عندي معايا. مش هنطول، بسرعة يلا مفيش مشاكل. انا شاري هنا فيلا ب 20 مليون، انزل لك دلوقتي. يلا ننزل. عندك مشكله يا مكاوي؟ وانا لما اكون غني او يبقى معايا فلوس كتير هبقى كده؟ انا مش عايز ابقى غني بجد والله، مش عايز اتشل. مشاكل، يلا بينا. زي ما انت شايف يا زيزو، مفيش مشاكل، يلا بينا. ما جابلكش الفيديو اللي بيركن في العربيه لان هو نزل منها وصاحبها ركبها ومشي. الباب اكبر من حياتي كلها، ماليش خلق. باب ايه؟ انا ممكن اخدك احطك في خرم المفتاح افتح بيك الباب. انت اصلا اخد بالك من اللغه بتاعته؟ بيقول لك الباب اكبر من حياتي، فمعنى ان هو يقول كلمه زي دي كلمه واحد جعان ما شافش باب قبل كده، مش صاحب الباب او صاحب البيت. فانت اول مره تخش البيت ده مكاوي، ما تحور. العبد الله بيفهم كويس في علم النفس. افتحه بيفتح لوحده، فاهمني؟ طبعا واحد زيك بنطلونه مفتوق مش هيبقى عنده وقت انه يفتح باب، الباب يفتح لوحده حضرتك. رفاهيه بجد يعني، نفسي اوصل للمرحله بتاعتك دي، بس لحد الان بنطلوني مش مفتوق. مش طالبه معايا اتعب نفسي في الحاجات دي طبعا زي ما انت شايف الليفنج اريا. البنطلون اصلا مهوي عليك يا مكاوي، هو اتفتق من ايه؟ انا هموت واعرف، انا مش عارف لحد دلوقتي. مش عايش هنا اصلا، فاهم؟ انا عايش فوق 6 اوض، بنام كل يوم في اوضه. ما شاء الله هو ما بيقعدش تحت، هو عنده 6 اوض فوق كل يوم في اوضه. يعني نتخيل مثلا ان ده حقيقي، لو في حد فعلا كده مش هيجي يقول لك كل يوم بنام في اوضه، هيقول لك انا عندي اوضه مخصصه وبقت الاوض ايه للضيوف لو حد جالي ولا حاجه. بس دي كلمه واحد جعان، معلش يا مكاوي انا بقول لك ندرس علم نفس. المطبخ بس قبل ما نطلع فوق، تعرفني بحب الاسود، كله اسود في اسود. وطبعا عشان الفلوس كتير، المطبخ مش مطبخ واحد، مطبخين في بعض. طبعا عشان فلوس كتير بجد مشيتك حوار. زي ما انت شايف دي الشقه بتاعتي ودي الدروع بتاعتي. الدروع دي انا جايبها من تعبي في اليوتيوب، طبعا فلوس كتير. عندي هنا تكييف، ودي صورتي، ده الباب بتاعي، وهنا في لمط زي ما انتم شايفين، وهنا في جبسون بورد عاملينه احنا هنا في الشقه عندنا. بتمشى زي ما انت شايف كده في الشقه، من كتر الزهق الشقه واسعه بتمشى فيها ورايح جاي بقى كل يوم كده زي ما انت شايف. بزغ عايش في بزغ، انا زهقت بجد والله من الفلوس. تمام. انت عارفني بتخنق بسرعه فلازم ازود المطابخ. انت عارفني بتخنق بسرعه فلازم ازود المطابخ. عندي مطبخ لا حط كمان واحد للبيض المقلي واحد للبيض المسلوق. انا ما شفتش حد عنده الثقه بالنفس دي وبنطلونه مفتوق. امال لو ما كانش مفتوق يا اخي كنت هتعمل ايه؟ زي ما انت شايف اسود في اسود عشان بس ايه ما احسش كله جولد، بزهق من الجولد. تعرفني بزهق من الجولد. لا حط لي اسود. طالما قلت جولد ما تقولش اسود، قول بلاك. شفت بقى انا دارس علم نفس والحاجات دي كلها مش بتاعتك. نطلع بالسلم؟ لا مش عايز تعالى نطلع بالاسانسير النهارده، تعبان. لا تعبان، مش عايز لسه هطلع السلم. هطلع في الاسانسير. طبعا لازم تطلع في الاسانسير، بنطلونك مفتوق، لو طلعت على السلم هيتفتق اكتر. هتحور علينا بقى وتقول تعبان ومش تعبان. ده الماستر روم بتاعتي، تعرفني بحب الحاجات الفانسي بزياده، تمام؟ او ماي جاد. زي ما انت شايف هنا الجيرلز روم. سي هاي ناتالي. سي هاي ناتالي. دي ناتالي لسه عاملين واحد من شويه. ايه بجد مكاوي شايف انت عايز ايه؟ يعني في شباب ممكن تصدق ان انت بتعمله ده، يعني ان انت تعمل الفلوس دي كلها وانت ما بتقولش انت بتعمل الفلوس دي كلها منين؟ فانت اكيد واقع على ساري خليجي متجوزك في السر، ده اكيد. وبنام هنا
زي ما انت عارف بحب دايما ابص على فيو وانا نايم. لازم تشوف الحمام عشان انت عارفني ليا برضو شغل معين في الحاجات دي. طبعا عنده اكيد جوه قعدتين، في قاعده بعمل فيها الامساك وفي قاعده بعمل فيها الاسهال. زي ما انت عارفني بزهق بتخنق موت، كله جولد 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 جولد. لازم لاكجري استحمى وانا مبسوط. كل حاجه طبعا عندي منها 2 طبعا. فلوس كتير. حتى الفوط عندي 3 عادي. يا يخرب بيت البزغ، عندك 3 فوط على كده بقى انا ملياردير. انا حرفيا انا متجوز بطقم فوط، يعني الدولاب كله عنده كل فوط. والله يعني بجد عندي كميه فوط يا جماعه مش طبيعيه. تقريبا كان في حد قال لحماتي ان انا معفن ما بستحماش. في تراس مخصوص للماستر بيدروم. تراس للماستر بيدروم، انا ما اعرفش ايه التراس ده، وهو فيديو خلص يا جماعه. بس بما انك عندك متكون عندك كل ده، يعني مش هيخسر حاجه لما نجيب فيلا ب 2 مليون، نجيب مكنه خياطه صغيره كده ونرقع بناطيلنا قبل ما ننزل. طلعت فليكس على العيال الصغيره وهم مش فاهمين حاجه. انت بالشكل ده مش بتحفز الشباب، انت بتحطمهم. انت حتى مش بتقول لهم على الطريقه اللي ممكن يجيبوا منها فلوس، انت بتقول لهم اعملوا اي حاجه عشان توصلوا للمرحله اللي انا فيها دي. وزي ما قلت لك انت لحد الان ما قلتش انت جبت الفلوس ده منين. يعني انا وانت قاعد في دبي فاكيد في سارق خليجي في الحوار ده. طبعا الفيديو ممنوع اللمس ده. ايه ده؟ هم خدوه يعملوا معاه لقاءات يعرفوا فيديو ممنوع اللمس عملوا ازاي؟ لا والله. انا عملت رساله يعني عشان اوصل للناس ربنا عليه الصلاه والسلام ايه ربنا عليه الصلاه والسلام. يمكن عشان الموضوع كبر منك وبدا في صحافه تيجي تسالك في الموضوع نفسه، فما عادش عارف انت بتقول ايه، فوق ان انت اصلا ما كنتش عارف انت بتقول ايه. فالموضوع بقى جامد منك لدرجه ان هي وصلت ان ربنا عليه الصلاه والسلام. يعني لا يا جماعه وقفوا ستوب. انت بتعمل معاه لقاء على اساس ايه والنبي؟ الاعصاب والله العظيم ابدا خالص. لما تيجي تكلمني كده بحس ان في شيطان او في جني واقف في قفايا بيكلمني بجد والله. بحس ان انا هتلبس. فيا ريت يا جماعه ما تعملوش من الفيديوهات دي تاني لان ملهاش اي تدين لازمه. اوكي انتوا حبوا حفاضة جود كير؟ الفيديو ده برضو انا شفته كتير قوي. عمو ده في منتهى التخلف بجد والله العظيم. شنبك ده مش عايز يتحلق، شنبك ده عايز يتولع فيه بجد يا عمو. شوف ملامح عمو، ركز معاه كده. هو دلوقتي متقمص دور طفل صغير. خدت بالك من الايه دي؟ يا هبل بجد انت بتعمل ايه؟ الترند ده معمول ان انت تمسك طفل صغير وتلعبه، يعني مش انت الطفل. بجد انا تعبت من كوميونتي المصري على التيك توك. لا صعب قوي. ده طفل متخلف او مشلول بجد والله. انت بتعمله ده قفشت قوي في دور الطفل، اعمله صح كده. ده طفل صغير اخد خبطه في دماغه. حفاضة جود كير تحافظ على البيبي وتوفر عليك. متقمص دور الطفل لاخر ثانيه في الفيديو. انا حاسس انه قفل الفيديو غير خد الرضعه ونام. بقى لنا ساعتين وشويه بنصور والساعه داخله على 8 الصبح، فنكتفي بهذا القدر وانتظر الفيديو الجاي. انا بحاول انزل لك فيديوهين في الاسبوع. قول لي في الفيديو هتلاقي تحت في الديسكربشن في اول كومنت لينك القصه الجديده لسه نازله، اوعى تنسى انك تتفرج عليها. وبس كده يا سيدي. وانت كان في الحلقه دي اعرف لك تحت في الكومنتات كمان في الحلقه دي كام ثانيه بالظبط. ولو انت بتتفرج عليها لحد دلوقتي ومش مشترك في القناه يا ريت تشترك عشان ما عادش حاجه على 2 مليون 3000 سبسكرايب بس. وما تنساش انت كمان في لحد دلوقتي وانت مش لايك انزل عمرك تشترك في القناه. باي باي. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost.